بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بتلاميذ الصف الثالث الإعدادي يا سنة تالتة. أنا عايزة أجاوب على أسئلة كانت موجودة عندي في التعليقات. كنت حل امتحان من الامتحانات، كان في سؤال: ما النتائج التي ترتبت على حرب الاستنزاف؟ فأنا قلت في النتائج إن منع اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء المصرية، بس أنا جبت السؤال كده من أوله لآخره. وقلت كمان: قدم وزير الولايات المتحدة الأمريكية روجرز مبادرة عرفت بمبادرة روجرز لوقف إطلاق النار تمهيدا لحل النزاع سلميا بين مصر وإسرائيل. دي الإجابة الصحيحة، لكن لقيت مكتوب تحت في التعليقات بتقول لي لا، ده الإجابة الصحيحة استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض. دي هي الإجابة الصحيحة. طبعا هي غلط، وأنا كتبت لها ورديت عليها في التعليقات، وبأكد إن الإجابة اللي أنا قلتها في الامتحان صح. مش بيقول لي النتائج، هي بتقول ان المفروض نكتب استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض في نتائج حرب الاستنزاف. لا، نتائج حرب الاستنزاف اللي انا قلتها اكتب كل ده. يا تكتب لو انت عايز تلخص: منع اختراق الطائرات الاسرائيليه للاجواء المصريه. رقم 2: قدم وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار تمهيدا لحل النزاع سلميا. لو في أي حاجة ما انتش فاهمها، أي حاجة صعبة عليك، كلمني على الواتس أو اكتب لي تحت في التعليقات، وافتكر دايما أنا هنا موجودة علشان أساعدكم.